بنرحب بكم في استاد الحلم، استاد النادي المصري. احنا الحمد لله انتهينا من المرحله الاولى في الاستاد وهي مرحله الاساسات، وحاليا احنا في مرحله الهيكل الخرساني. المرحله دي مرحله مهمه جدا في الاستاد، وهي بتاخد وقت شويه، لكن هي دي اللي بيظهر فيها بقى الشكل العام للاستاد من مدرجات ومنشات رياضيه. احنا اتكلمنا في انترفيوهات سابقه عن بروجرس الاعمال الانشائيه للمدرجات، وهي الحمد لله تسير بصوره جيده طبقا للبرنامج الزمني. وانما النهارده انا احب اتكلم عن حاجه تهم الراي العام البورسعيدي بصفه عامه وجماهير النادي المصري ومجلس اداره واللاعبين بصفه خاصه، وهو المسطح الاخضر. احب اوضح ان المسطح الاخضر هنا هيكون بنظام الهايبرد، وهو نظام مزيج من النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي، وهو متبع في احدث الاستادات العالميه في اوروبا، وشفناه مؤخرا في استاد قطر في كاس العالم. المنشات الرياضيه الداخليه للاستاد بتنقسم الى 4 اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو المدرجات، ودي بتبقى في الجهه الشماليه والجهه الجنوبيه. الجهه الغربيه والجهه الشرقيه هي عباره عن المقصوره الرئيسيه للاستاد وفندق اللعيبه، ودول عباره عن مباني ومدرجات. المباني عباره عن 4 ادوار بالنسبه للمقصوره، بتكلم شامله 5 غرف فندقيه وصاله كبار زوار وبرضه قاعه المؤتمرات. بالنسبه لفندق اللعيبه هو عباره عن فندق مكون من 24 غرفه فندقيه مشطبه على اعلى مستوى من التشطيب. المسطح الاخضر ان شاء الله يكون طول 110 في عرض 70، وده يعتبر ملعب كبير، يمكن اكبر من استاد القاهره اللي هو تقريبا 107 في 68. فده يعتبر ملعب كبير يقدر يستضيف المحافل الدوليه والمحافل الافريقيه واكيد المحافل المحليه. نظام الري في الملعب هيكون على احدث انظمه في العالم، وهو هيكون ان شاء الله عباره عن 4 برامج تحكم ب8 مواعيد ري، تصل مده تشغيل المحطه الواحده حوالي 12 ساعه. هيكون من انتاج امريكي او اوروبي. في نظام هيتعمل ان شاء الله في الاستاد، وهو يعتبر من الانظمه الحديثه، هو نظام الترجمه الفوري. ده هيكون متاح في قاعه المؤتمرات الصحفيه والمقصوره الرئيسيه. الشركه عندنا شركه وادي النيل المقاولات بقياده المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس الاداره، ما بتدخرش اي جهد في ان هي تذلل كل العقبات اللي بتقابلنا في الموقع. واحنا حاليا الحمد لله المعدلات اللي احنا شغالين بيها هي معدلات تفوق البرنامج الزمني اللي احنا مقدمينه للوزاره، وبنوعد الجماهير ان شاء الله باذن الله ان في اقرب وقت ممكن هيكون الصرح دوت ظاهر للجماهير، وتبقى حاجه مشرفه تفتخر بيها جماهير النادي المصري ومحافظه بورسعيد.